عبد المجيد يوجه اتهاما غريبا لمصر. أخبار سياسية، أخبار اقتصادية، أخبار رياضية، كل هذا وأكثر على قناة الوقائع المغربية. إذا كنت من محبي الأخبار لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بكل جديد مع التفاصيل. في تصريح غريب ومضحك يفسر الطرق الاحتيالية الجديدة للنظام الجزائري في كسب تعاطف الشعب والتصويت لعبد المجيد، أبى هذا الأخير إلا أن يقحم القضية الفلسطينية في حملته، وقال فيما يشبه بالنكتة: لو ساعدونا وفتحوا لنا الحدود بين غزة ومصر عدنا أش نديرو، وذلك في اتهام مباشر لمصر في اختلاق الأزمة وعدم سعيها لطي القضية. ثم أكد الرئيس أن جيش الجزائر مستعد، لأن حسب مزاعمه له ما يخدم القضية، مما يفسر أن الرجل لا يعرف ما يقوله ويلعب بأحزان أبناء فلسطين على حساب حملته الانتخابية. وليس للمرة الأولى التي يحاول فيها عبد المجيد نشر ادعاءات غريبة وبيع الأوهام لشعبه من أجل البقاء في الرئاسة لولاية أخرى.